فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. طلاب الصف الثاني الإعدادي مع الدرس السابع على عددان مترافقان. ركز معايا كده في الأغنية اللي جاية دي. العددان المترافقان، العددان المترافقان، حدان متشابهان بإشارتان مختلفان. العددان المترافقان شبه السين والصاد زي ما انت شايف كده. حدان متشابهان، ده شبه بعض بالظبط، بإشارتان مختلفان، مرة موجب ومرة سالب. برافو. لو عايز من الجمع 2 في الحد الأول، لو عايز من الطرح 2 في الحد الثاني، لو طالب من الضرب ربع أول ربع تاني وبينهم فرق. هنغنيها كمان شوية. لو معاك يا شباب أي عدد في الدنيا وعايز مرافقه بتغير إشارة الأوسط، تمام. لو طالب من الجمع 2 في الحد الأول، لو طالب من الطرح 2 في الحد الثاني، لو عايز من الضرب ربع أول ربع تاني وبينهم فرق. بكل بساطة وكل سلاسة. ركز بس إن س تربيع صاد تربيع هي س صاد الكل تربيع. ركز كمان إن س تربيع زائد 2 س صاد زائد الصاد تربيع دي عبارة عن س زائد صاد الكل تربيع. وأخيرا س تربيع ناقص 2 س صاد زائد الصاد تربيع دي عبارة عن س ناقص صاد الكل تربيع. ربع أول ربع تاني وبينهم فرق. تعالوا نشوفوا بعض المسائل. في تدريب الأولاني بيقول لي مرافقه يا مستر هغير إشارة الأوسط. برافو. عايز مني ضربهم يبقى 2 في الحد الأول، تمام. دي هنا موجب 3. ضربهم ربع أول ربع تاني وبينهم فرق 11 ناقص 2 9. لو عايز مني الجمع 2 في الحد الأول هي 11. آخر واحدة عايز مرافقه 2 جذر 5 زائد 3. عايز ضربهم يا مستر ربع أول تبقى 4 في 5 ب20 ناقص ربع تاني تطلع ب11. عايز مني الجمع 2 في الحد الأول، 2 في 2 يبقى 4 جذر 5. مستني منك تحل انت بقى الثانية والثالثة. تعالوا مع بعض نشوف تدريب واحد. بيقول لي لو كان السين بجذر 7 ناقص 2 والصاد جذر 7 زائد 2 فدول كده عددان مترافقان، اوجد قيمة. فيا مستر عشان اشوف اوجد قيمة هشوف الأول س زائد الصاد هتديني كام؟ 2 في الحد الأول. لازم تكتبها يا شباب 2 في الحد الأول اللي هي 2 جذر 7. عايز مني يا مستر س صاد اللي هي ربع أول ربع تاني وبينهم فرق تطلع بكام؟ 7 ناقص 4. برافو تطلع ب3. يبقى س زائد صاد على س صاد دي عبارة عن 2 جذر 7 على 3. وبكده انتهت المسألة. آخر مسألة معانا بيقول لي إذا كانت س 2 على جذر 7 ناقص جذر 5 والصاد جذر 7 ناقص جذر 5 اثبت إن دول مترافقان. يا مستر أنا واخد بالي إن الصاد جذر 7 ناقص جذر 5 يبقى السين هتطلع نفسها بالظبط نفس الصاد ما عدا دي بالموجب. بس إزاي بحولها؟ في الحل بتاعك هتقول له إن السين بيساوي واكتب السين زي ما هي 2 على جذر 7 ناقص جذر 5 وانا كده هضربها في المرافق بتاعها. مرافقها يا مستر بنفسها بالظبط ما عدا الاشاره دي هخليها بالموجب. برافو عليك. جذر 7 زائد جذر 5 دي بتساوي ادي الاثنين مضروبه في جذر 7 زائد جذر 5. هضرب تحت يا مستر لدول عددان مترافقان، ربع اول اللي هو 7 وربع تاني اللي هي 5 وبينهم فرق 7 ناقص 5. برافو يديني 2. هتلاقي الاثنين هتروح مع الاثنين
يبقى كده السين طلعت بتساوي جذر 7 زائد جذر 5 اللي هو نفس الصاد بس الإشارة مختلفة. يبقى إذن يا مستر س وصاد دول عددان أيوة مالهم مترافقان. برافو عليكم. طبعا هو طالب مني بقى في العددان المترافقان دول هات لي المجموع بتاعهم وبعد كده الضرب. تمام يا مستر، هنجيب المجموع سوا. يعني يا مستر أنا عارف إن س زائد صاد 2 في الحد الأول 2 جذر 7، وعارف إن س صاد ربع أول ربع تاني وبينهم طرح 7 ناقص 5 يديني 2. لما تيجي تعوض س زائد صاد على س صاد هتلاقيها مكتوبة 2 جذر 7 على الاتنين. طبعا دول هيروحوا مع بعض مشوار ويتبقى معاك بس برافو جذر 7. دي أهم الأفكار للعددان المترافقان. أتمنى أكون فدتك ولو بجزء بسيط. وخلي بالك من جزئية المعكوس الجمعي. لو معاك جذر 7 زائد جذر 5 وعايز معكوسها الجمعي بتغير كل الإشارات، جذر 7 ناقص جذر 5. لو معاك مثلا جذر 3 ناقص 2 وعايز معكوسها الجمعي فتبقى سالب جذر 3 زائد 2 اللي هي ممكن يخليها 2 ناقص جذر 3. فخلي بالك الفرق ما بين المرافق وما بين المعكوس الضربي. المعكوس الجمعي معذرة، معكوس الجمعي بتغير الإشارتين، أما في المرافق بتغير إشارة الحد الأوسط. أتمنى أكون فدتكم ولو بجزء بسيط. أشوفكم دايما على كل خير. ما تنساش الأغنية بتاعتنا لو طالب مني الجمع 2 في الحد الأول، لو طالب مني الطرح 2 في الحد الثاني، لو طالب مني الضرب ربع أول ربع تاني وبينهم فرق. سلام.